نعم. لماذا لا تجوز الانتخابات وكيف الوصول إلى إقامة الدولة المسلمة؟ هذا بحث طويل. نقول بإيجاد الانتخابات طريقة أوروبية شركية وثنية، لأنها قائمة على خلاف المنهج الإسلامي في كثير من الأمور. من ذلك أن قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم لا يشمل كل المسلمين صالحهم وطالحهم عالمهم وجاهلهم، وإنما يقصد وأمرهم شورى بينهم الخاصة منهم علما إيمانا وعلما وفهما ومعرفة بأحوال الناس وحاجاتهم، فضلا عن أن هذه الآية الكريمة التي هي الأصل في المجلس الشورى لا يعني المؤمن والكافر. أما الانتخابات المعروفة فهي لا تفرق أولا بين مسلم وكافر، وثانيا بالأولى والأحرى ألا تفرق بين المؤمن الصالح والطالح، بين المؤمن العالم والمؤمن الجاهل. وهذا أمر معروف ومشاهد في كل الدول التي تتبنى نظام الانتخابات على طريقة البرلمانات. لذلك نعتقد أنه لا يجوز للدولة المسلمة أن تستنى بسنة هؤلاء المشركين الذين يصح لنا أن نخاطبهم بقول رب العالمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أما كيف يمكن استئناف الحياة الإسلامية وإقامة الدولة المسلمة، فهذه في الحقيقة من أهم المسائل التي تشغل بال الدعاة الإسلاميين اليوم، وهم مختلفون مع الأسف الشديد أشد الاختلاف. ونحن من منطلقنا من قول نبينا في خطبه كلها وخير الهدى هدى محمد نرى أن استئناف الحياة الإسلامية وإقامة الدولة المسلمة يجب أن تكون بنفس الطريقة التي جرى عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مكن الله له ولأصحابه في الأرض وأقام دولة الإسلام وقضى على دولة الكفر. ذلك بالنسبة إلينا يتلخص في كلمتين، وشرحهما يحتاج إلى محاضرات عديدة، وهناك تسجيلات متكررة في تفصيل هاتين الكلمتين، وهما التصفية والتربية. تصفية الإسلام ما دخل فيه في كل النواحي الشرعية، ما يتعلق بالعقائد، ما يتعلق بالرقائق، ما يتعلق بالأحاديث تمييز صحيحة من ضعيفها، ما يتعلق بالفقه وما دخل فيه من آراء مخالفة للسنة الصريحة. ثم أخيرا تصفية الإسلام من التصوف الذي فيه كثير من انحرافات، وأخطرها القول بوحدة الوجود. هذا القول الذي هو كفر باتفاق علماء المسلمين، ولكنه مع الأسف الشديد يلتقي مع قول لبعض الفرق الإسلامية ولا تزال قائمة في عصرنا هذا. هم الذين يقولون
إذا سئلوا السؤال النبوي أين الله؟ قالوا الله في كل مكان. هذه هي فكرة وحدة الوجود. حينئذ لا بد من تصفية هذا الدين من هذه الأمور الدخيلة في الإسلام على هذا التفصيل المجمل الذي ذكرته. والشيء الثاني قلت التصفية والتربية. التربية تربية المسلمين على هذا الإسلام المصفى، وحينئذ يوم يسير المسلمون على هذه التصفية ويربون أنفسهم وأهليهم على ذلك، يومئذ تبدأ تظهر تباشير تحقيق المجتمع الإسلامي ثم إقامة الدولة المسلمة. أما وبقاء كل شيء على ما ورثناه وفيه الغش والثمين كما يقال، هذا مثله كمثل الدواء الذي خلط فيه الداء، فهو إن لم يزد المريض مرضا فسوف لا يحصل به الشفاء. ذلك مثل الإسلام إذا لم يصفى مما دخل فيه من هذا التفصيل الموجز الذي ذكرته آنفا. نعم. يقول ابتليت الأمة بالتحزب مثلما ابتلي السلف بالفرق والخلف بالتمذهب، فما موقف المسلم منها؟ ثم ما حكمها وحقيقتها وحقيقة التنظيم؟ وسؤال آخر من غيره: ما موقف المسلم من التحزب والتجمع الدعوي من ناحية الولاء والبراء والمحبة؟ لقد تكلمنا عن هذه القضية في جلسة سابقة، ولا أرى الوقت الآن مناسب لنخوض فيه أيضا بتفصيل، وربما يكون تفصيلا آخر، ولكننا نقول لكننا نقول بأن الحزبية في الإسلام، أقول الآن عبارة صريحة، هي بدعة ضلالة. فيما يتعلق بالبدعة فيه تفصيل دقيق. البدعة الضلالة هي كل أمر حادث يقصد به التقرب والتعبد به إلى الله تبارك وتعالى. هذه البدعة إذا حدثت ولم تكن مخالفة للشرع من جهة أخرى، فيكفي في بدعيتها أن يكون المقصود بها زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وتكون بدعة ضلالة، لأن التعبد إلى الله عز وجل قد انتهى أمره بنزول قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، الآية، وببيانه صلى الله عليه وآله وسلم في مثل قوله كما في صحيح مسلم: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. والحديث الآخر: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله ويبعدكم عن النار إلا ونهيتكم عنه. فإذا لا مجال للإحداث لبعض الأمور بقصد زيادة التقرب إلى الله، بقصد زيادة التقرب إلى الله. فمن فعل ذلك فقد شرع في الدين ما لم يشرعه الله، وهذا عليه نكير شديد كما تعلمون: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين
ما لم يأذن به الله. لكن شر البدع، وهنا المقصود من هذا الكلام أن يتقرب المسلم إلى الله بمعصية الله عز وجل. مثلا نضرب مثالا قائما في كثير من البلاد الإسلامية قبل هذا الزمان بسنين طويلة، إنهم يصلون إلى قبور صالحيهم وأوليائهم، وهذا أمر منهي عنه كما تعلمون ولا حاجة للتفصيل. ومع النهي فهم يتقربون إلى الله تماما كما حكى ربنا عز وجل في القرآن الكريم عن المشركين: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يشركون بالله من جهة ويتقربون بهذا الشرك إلى الله من جهة أخرى. هذا شر أنواع البدع، أن يتقرب المسلم بما حرم شرعا. من ذلك أيضا من باب التبرك زعموا بالصالحين بناء المساجد على القبور. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك في أحاديث متواترة. مع ذلك فبعض المسلمين بجهلهم وسكوت العلماء في بعض البلاد عنهم يتقربون ببناء المساجد على القبور. وقد قال عليه السلام، أذكر حديثا واحدا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. فنقول بناء المساجد على القبور حرام، ليس بدعة لأن الرسول نهى عنه، لكن البدعة تأتي من التقرب بهذا المحرم. إذا عرفتم هذه الجملة مما يتعلق بالبدعة الضلالة، أن البدعة الضلالة تكون بإحداث شيء لا أصل له في الشرع، وشر منها الإحداث شيء لا أصل له في الشرع بقصد التقرب إلى الله، وشر من ذلك أن يتقرب المسلم إلى الله بما نهى الله عنه فيقلب المحرم عبادة. هذا شر البدع. إذا عرفتم ذلك وتذكرتم معي أن الحزبية في الإسلام منهي عنها في القرآن فضلا عن السنة، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فإذا دعا المسلم إلى هذا التكتل وهذا التحزب وأقر كل حزب على وجه الأرض مع أنه يعلم أن الحق واحد لا يتعدد، وأن الله عز وجل أكد ذلك بقوله تعالى في القرآن: فماذا بعد الحق إلا الضلال